لو رسمت احسن رسمه هتكسب 1000 جنيه. فكره التحدي النهارده ان هيكون قدامنا لوحتين، اللي هيرسم احسن لوحه هيكسب جائزه ماليه، اما اللي هيخسر هيكون في عقاب هيتنفذ في اخر الفيديو. يا ترى بقى مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر؟ ده اللي هنعرفه. الجوله الاولى اول حاجه هنرسمها الايربود. هتشوفوا دلوقتي الدافنشي على اسمه. شاف الفيديو بتاع الرسم اللي فات ده، انا اللي كسبته طبعا، فانا اللي هكسب كالعاده عشان انا ايه فنان. ابداع والله ابداع يا جماعه. دي المفروض تكون ايربودز. انا هرسم علبه الايربود كده اهو. هرسم ايه البوكس بتاعه بس كده. نزل ده كده هنا عشان نعملها ايه الثلاثي كده. باخد رسمه 3 دي هنا سماعه نرسم علامه ابل مثلا نسيبها كده. دي المفروض هي تكون مفتوحه. احنا نعمل لها كده اهي. والله عسل سماعتي كده 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 كده. اهم حاجه تكونوا عاملين سبسكرايب عشان شفت الجهد اللي احنا بنعمله محتاج الحرق، يعني ادعمونا كده كده. يد القطمه بتاعتها ماشي. السماعه البتاع بتاعتها السودا عشان بس ايه التفاصيل. كان مكتوب هنا ليفت ورايت. صاحبتها التانية يعني بتاع سودا كده برضو، بس وهنا كانت ايه كانت رايت. نعمل بقى ايه الحتتين السود دول اللي هنا دي. نعمل لها العلبه. يا ترى يا سيم كان بيعمل ايه دلوقتي؟ بصوا عملناها وهي مفتوحه، عملناها وهي مقفوله، هنعمل لها العلبه دلوقتي. احنا عملنا كل حاجه. اكيد انا رسمتي هتبقى احلى من رسمتي، بس انا اصلا ما بعرفش ارسم. بص انا رسمت لك في كل حالاتها. علبه، السماعه وهي مفتوحه، السماعه وهي مقفوله. نكتب تحت ايه البودز. مش فاكر بصراحه العلبه الاصليه كان مكتوب تحت كده برضه ولا لا. ترى ان شاء الله بتاعتي ان شاء الله تكون احسن من الباقيين، او هي اصلا كده احسن من الباقيين. الجوله الاولى كده ايه رسمتي كده رسمتها عشان نكون فير، وما رضيتش اجيب حد من صحابي ولا والدتي ولا اي حد يقول ايه اختار مين احسن، عشان ممكن يقول ايه بدافع له فلوس. فاحنا هنختار بالاي اي. نصور الورقتين ونقول للاي اي ايه اختار مين احسن. بص يا شات جي بي تي اختار احسن من الاثنين. تمام جاهز؟ بص الجولة الثانية وهي المفروض ان احنا نرسم كيبورد. مين هيحسبها احسن، انا ولا دارين؟ انا طبعا عشان اعرف كل في الكورس. في كيبورد اكيد لونه ازرق واجد. كيبورد صعب. احنا هنرسم مربع حسب وسط الدنيا. انا ليه ما عملتش خط مستقيم وقعدت اعمل عليه السكوير ليه؟ دلوقتي عشان الواحد مش حافظ الازرار بصراحه يعني، فانا ايه هعملها بتخيلي. ان هنا كان في زرار الاسكيب تمام، وهنا زراير الاف 1 الاف 2 اف 3 اف 4 اف 5 اف 6 واخرها اف 11 بس مفيش مكان نكمل، فهو اف 7 حلو قوي كده. بعد كده ايه كان هنا زرار عارف والله كان زرار النقطه كده ولا حاجه هنا، وهنا زرار حاجه اسمها كابس لوك، وانا على كاس الزرار فهنخلي هنا كتاب زرار طويل كده زياده عادي اسمه شيف كنترول. ويندوز ايه تاني هنا الت. هنا بقى ايه السبيس، وهنا كان زرار اسمه اف ان، هنا زرار الت، هنا زرار كنترول. مفيش مساحه بصراحه. هنا الارت كده كان دي ايه رموزه يا جدعان. بصوا يا جدعان مش فارقه بصراحه. فطبعا ايه عشان احنا عايزين نبقى احسن من الدريم بكتير، فهنعمل ايه بقى هنخليها ار جي بي. ازاي بقى ار جي بي؟ هنجيب هنا ده وده ده والها خلصت الكيبورد قرف. ماشي كده بقى نخش في الجوله كام ثالث. بص يا جدعان دي رسمتي. المفروض كنا احنا راسمين كيبورد، انا عاملها بص ار جي بي وحاجات حلوه برضو. يعني ايه ده عامله لنا ساده كده. اختار احسن صوره بين الاثنين. دوس بيو. جاهزين؟ 1 2 3. الجوله الثالثه واحنا هنرسم ماوس. طبعا انا بخبرتي بقى في عالم الكمبيوتر والمونتاج والجيمنج والكلام ده، فانا طبعا عارف شكل الماوس بالظبط زي ما كنت عارف شكل الكيبورد بالظبط. داري كده ولا داري كده ولا داري كده كده. وان انا فاكره ان هو كان ازاي كان عامل كده اهو، لو حاسه قلم على بيضه ما شبه الدارين كده. بص وسلك وايه دي السكرول بتاعت الماوس. تمام انا هرسم نوع الماوس بتاعي كده تي. كان في دايره باين يعني مش عارف ايه حكايتي في السلايدات دي، وكان في هنا ايه زياده كده نكون رسمنا احسن ماوس اللي هو احسن من بتاع دارين، وانا متاكد قبل ما اشوفه. يلا بينا على الحكم.
الجوله الثالثه والاخيره، واللي هيقول مين اللي هيتعاقب، مين مش عارف، هو مش عارفين، ما حطيتش جايزه، بس مين هيبقى حلو يعني. رسمتها رسمه ماوس، ودي رسمتي جامده جدا. احنا راسمين نفس نوع الماوس برضه. مين الاحسن من الاثنين؟ استنى، يلا بينا على ايكون. فاكره المره اللي فاتت في التحدي اللي فات لما اكلتني قرن فلفل في الظل، عمال اكل في 3 4 5 علب زبادي، جايب لك اخو. بصي انا المره اللي فاتت كلت لغايه فين؟ كلت لغايه هنا. تاكليه كله لغايه ايوه. انا ما هخش بزوري. تمضغي بقى حبه حلوين، مش هتدفي.